الأنف اللحمي واحدة من التحديات الكبيرة جدًا اللي بتقابلنا في تجميل الأنف. المشكلة ببساطة إن كل ما كان الأنف سميك بيكون بيدّي نتايج أبطأ، وبيدّي نتايج أقل من الجلد الرفيع. في الحقيقة أنا عشان أحل مشكلة زي دي سافرت من سنتين الهند، حضرت دورة تدريبية هناك. الهند تحديدًا الجلد عندهم سميك جدًا، وكمان skinny وoily بزيادة، فده يكون أحسن مكان تشتغل فيه أو تدرس فيه الأنف اللحمي. الأنف الأحمر. في تكنيكس جديدة كتير وtricks كتير بتتعمل جديدة باعملها دلوقتي في الأنف اللحمي، عشان بس نكون متخيلين. في ناس بتعتقد لحد دلوقتي حتى من الجراحين إن أنا كل ما أشيل من المناخير وأرمي يبقى أنا صغرت الأنف. في الحقيقة ده معلومة عكس الواقع تمامًا. إحنا الأنف اللحمي غالبًا ما بنشيلش منه كتير، ولكن بنعيد ترتيب الغضاريف وعلاقتها بالعظام عشان نجبر الجلد السميك ده إن هو يمشي أو يطلّع الشكل اللي إحنا عايزينه. فمثلًا الناس تعتقد إن كل ما كان الأنف كبير لو إحنا شِلنا الغضاريف ورميناها، هو ده في النهاية بيخلّي الأنف يصغر، بس السبورت بيضعف، فبيدّيك انطباع إن الأنف كبرت ما صغرتش. إنما اللي إحنا بنعمله نعيد ترتيب الغضاريف دي عشان نجبر الجلد السميك إن هو يسمع كلامنا ويدّي الشكل المنصوب أو الهرمي للأنف الصغير الجميل، خصوصًا كل ما كان السبورت بتاع الأنف كويس بيدّي نتيجة أحسن بإذن الله.